بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بمناسبة احتفال المغاربة بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة، يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة العلماء أعضاء المجلس العلمي المحلي لأعمال طنجة أصيلة، وعن السادة الموظفين والإداريين وكافة العاملين بالمجلس، بهذه المناسبة أن أقول كلمة للتعبير عن أصدق مشاعر الاعتزاز بالترابط التاريخي بين المغرب وصحرائه، والانصهار الحضاري بين شماله وجنوبه، والاندماج الروحي بين أقاليمه وسكانه، وللإعراب عن أسمى مشاعر الافتخار بقضيتنا الوطنية العادلة وسيادتنا الشاملة ووحدة ترابنا الجامعة ومنجزاتها المباركة في عهد مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عهد التشييد والبناء والتعمير والنماء، عهد الصدق والثقة والأمل في غد مشرق ومستقبل ظاهر، عهد التفاؤل والطموح إلى المجد والسؤدد، عهد المبادرات والإنجازات والمكرمات، عهد الالتفاف والالتحام بين القمة والقاعدة والعرش المجيد والشعب المخلص الوفي. أيها الإخوة الكرام، إن حب الوطن هو من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، فليس غريبا أبدا أن يحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه وشب على ثراه وتترعرع بين جنباته، كما أنه ليس غريبا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر، فما ذلك إلا دليل على قوة الارتباط وصدق الانتماء. فإن حب الإنسان لوطنه وحرصه على المحافظة عليه واغتنام خيراته إنما هو تحقيق لمعنى الإعمار الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن مقتضيات الانتماء لهذا الوطن محبته، الافتخار به، وصيانة وحدته، والدفاع عن كرامته، والنصيحة له، والحرص على سلامته واستقراره وأمنه وتقدمه، واحترام أفراده، وتقدير علمائه، وطاعة ولاة أمره. ومن مقتضيات الوطنية القيام بالواجبات والمسؤوليات، كل في موقعه، مع الأمانة والصدق والإخلاص والإتقان. أيها الإخوة، إن من الأيام البارزة والمشهودة في تاريخ بلادنا الحافل بالأمجاد والمكرمات هو يوم السادس من نوفمبر، الذي يستحضر فيه المغاربة ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء المضفرة، التي كانت ملحمة وطنية مجيدة، شعارها القرآن وركيزتها الإيمان وغايتها تحرير الأرض والإنسان وصلة الرحم مع سكان الأقاليم الصحراوية الأصلاء البررة الأوفياء، الذين حافظوا على التعلق بوطنيتهم المغربية الصادقة، وبرهنوا على الولاء والإخلاص لملوك الدولة العلوية الشريفة، والتشبث بالوفاء بالعهد الذي هو في ذمتهم للعرش العلي المجيد، عملا بقوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيها الإخوة الكرام، إن الشعب المغربي يخلد من طنجة إلى القويرة يوم الاثنين المقبل بكل مظاهر الاعتزال وافتخار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يخلدون الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة، التي تعتبر محطة بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. ولقد كانت المسيرة الخضراء نقطة تحول جذري في تاريخ المغرب الحديث، أعادت لبلادنا مكانتها التاريخية، ودعمت كيانها، ورفعت شأنها بين الدول، وصححت الأوضاع، وقومت الاعوجاج ورأبت الصدع، وأعطت للشعب المغربي نفسا جديدا
دفع به أشواطا في طريق النماء. هي خاطرة ربانية وتظاهرة إيمانية وتجسيد للوحدة وتأكيد للبيعة وتجديد للعهد. لبت نداءها الأفئدة والقلوب، ونشطت لدعوتها الأعضاء والجوارح. كانت بعثا جديدا للأمة، كانت مبعث وعي جديد بمسؤولية المواطنة. سعت إليها النفوس سعيا، وبادت إلى المشاركة فيها الرجال والنساء والشيوخ والشباب من القرى والمدن والحاضرة والبادية، وتسابقت مختلف فئات الشعب لنيل شرف المساهمة فيها، غير عائبة بالمشقة والمخاطر والصعاب والمتاعب، تلبية لنداء المحبة والحكمة والعبقرية. فكانت هذه المسيرة الخضراء المضفرة كانت إبرازا لمواهب القائد الراحل رحمة الله عليه، وبرورة لشفافية روحه وبعد نظره وإلهامه. كانت المسيرة الخضراء فكرة باهرة اندهش لها الساسة وعباقرة القادة، وكانت وستظل حدثا متميزا لا يزيده مرور السنين وتعاقب الأيام إلا صدقا وإشراقا. لقد جددت أقول المسيرة الخضراء في النفوس معاني التضحية والفداء، وأذكت في القلوب روح الإيمان بالله وبوجوب الجهاد في سبيله. بلورت المسيرة الخضراء تعلق الشعب بالعرش والعرش بالشعب في إخلاص دائم وولاء مستمر وتضحية متبادلة وطاعة وامتثال يقابلهما حكمة وحسن توجيه وتدبير. وبذلك أقول جاء التجاوب مثاليا منقطع النظير، تجاوب جعل من الدولة المغربية دولة متميزة بين شعوب العالم. وليس من شك أن المغرب خلق خلقا جديدا بعد مسيرته القرآنية، واستوى عملاقا يفرض وجوده في الساحة الدولية، ويعطي المثال الحي المجسد للأمم المؤمنة بعدالة القضية. ومن صدق القول إن المغرب بانتصاره الباهر في معركة السيادة الوطنية دخل مرحلة جديدة من الكفاح تتطلب مزيدا من الجهد والبذل والعطاء، استئنافا للدور الذي لعبه على مر التاريخ، ومواصلة للرسالة التي حملها ملوكه، فكانوا بحق هداة وروادا وقادة. لقد كانت المسيرة الخضراء أقول مسيرة شعبية تحررية فريدة من نوعها. جنودها من طبقات الشعب المختلفة، رجال ونساء، شيوخ وشباب، علماء وعمال، فلاحون وطلبة، وكانوا جميعهم مسلحين الإيمان بالله والإيمان بعدالة القضية. لقد كان كل واحد من هؤلاء الجنود يحمل في يده اليمنى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي يده اليسرى راية الوطن الخفاقة. وستبقى أيها الإخوة الكرام، ستبقى المسيرة الخضراء عملا جليلا وحدثا عظيما من ابتكارات جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وإنجازاته العظيمة، كما ستظل نصرا عزيزا وفتحا مبينا تحقق به أقول استكمال الوحدة الترابية بالالتفاف حول العرش المجيد. ومنذ ذلك الحدث التاريخي الباهر، والأقاليم المسترجعة تنعم ولله الحمد بنعمة الحرية والكرامة والاستقرار، وتسعد بكامل الهناء والاطمئنان، وتشهد كل سنة مزيدا من تواصل النماء والازدهار في كل مجال وميدان، شأنها شأن جميع جهات وأقاليم المملكة. المسيرة الخضراء أيها الإخوة كشفت عن أصالة ونبل أبناء الصحراء، حيث أظهر الأصلاء والنبلاء منهم أن العهد لا يبلى، وأن الوفاء من شيم النفوس الكبيرة، وأن المبادئ السامية هي دين في ذمة الأحرار لا ينسيها تغير الظروف والأحوال. وها هو المغرب ولله الحمد يقف اليوم بقيادة صاحب الجلالة والمهابة الملك المعظم محمد السادس نصره الله، يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه الراسخة، مبرزا بإجماعه التام استماتته في صيانة وحدته الترابية الثابتة، ومؤكدا للعالم أجمع من خلال
مواقفه الحكيمة والمتبصرة، إرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية صحرائه، وعمله الجاد لإنهاء كل أسباب النزاعات المفتعلة، وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة خدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود. يقول جلالته: فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. فالصحراء المغربية كانت دوما أرض الإنسان المغربي الذي كان له وما يزال وصال علمي وديني وحضاري وثقافي وصوفي تربوي في المجال الترابي للصحراء المغربية. أقول الصحراء المغربية المتصوفة العالمة. يقول جلالته حفظه الله: لقد شكلت الصحراء المغربية عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي، وإننا نسعى، يقول حفظه الله، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به نسعى إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل، وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة. انتهى كلام جلالته. وتعتبر هذه المناسبة الوطنية المجيدة أيها الإخوة الكرام تعتبر فرصة سانحة يؤكد ويجدد فيها المغاربة قاطبة تجندهم تحت القيادة الحكيمة لعاهلهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدين مواقف التعبئة الشاملة في ملاحم استكمال بناء وتوطيد صرح المجتمع الديمقراطي الحضاري والنهضوي، وتأهيل البلاد لمواجهة تحديات الألفية الثالثة وكسب ما يفرضه العصر من رهانات كبرى، صامدين في تعبئة شاملة وتامة لتثبيت الوحدة الترابية للمملكة، كما أنها مناسبة للاعتزاز بمواقف جلالة الملك لتوطيد الصرح المغاربي، ومباركة دعوة جلالته حفظه الله لفتح الحدود مع القطر الجزائري والسماح بحركية الأشخاص والبضائع والحد من الجمود الذي طال العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأثر في حسن الجوار الذي أوصى الإسلام به. وها هو أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله يواصل مسيرة الجهاد الأكبر بمسيرات متتالية: مسيرة التنمية الاجتماعية، مسيرة التضامن الاجتماعي ومحاربة الفقر وكل ضروب الهشاشة والإقصاء، مسيرة تكريم المرأة، مسيرة تنمية الاقتصاد وتأهيل المجتمع لرفع التحديات، إلى غير ذلك من المسيرات المباركة التي تستلهم من المسيرة الخضراء روحها وتنهج نهجها إسعادا للوطن والمواطنين وسعيا إلى مدارج الرقي والازدهار والخير والصلاح في كل مجال. لقد كتب عن هذه المسيرة الكثير وقيل عنها الكثير، وستظل مصدرا ثرا يلهم الشعراء والكتاب ويحفز العلماء والمؤرخين والباحثين عن معرفة سر هذا الحدث الكبير الذي انبثق عن فكر عبقري وعن إيمان عميق بالله عز وجل وعن حب وإخلاص للوطن والمواطنين. وهذا هو جانب الإلهام في هذه المسيرة. فهذا البلد الحبيب لا يمكن أن يحقق شيئا يذكر ويشكر إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما اشتدت المحنة ونزل البلاء وهددت الوحدة كلما هرع الناس إلى دينهم وجعلوه مستندهم في اجتياز المحنة، وإنه لا يمكن قيادة الأمة ولا توجيهها إلا بهذا النفس وبهذا الخطاب. لذلك كانت العاطفة الدينية الإسلامية القرآنية هي الحافزة الأساسية للمشاركين في هذه المسيرة الخضراء، المضفرة. ولذلك سميت المسيرة الخضراء بمسيرة الفتح، لأن مبدع المسيرة
رحمة الله عليه أراد لها أن تكون مسيرة تستوحي مخططاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واتضح ذلك تمام الوضوح من خطاب صاحب الجلالة الملك الراحل، ومنها الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته رحمة الله عليه لإخواننا في الصحراء، والذي قال فيه: نتيمن ببناء سياستنا على آيات من الذكر الحكيم، وقد أرادت الصدف أن تكون تلك الآيات كلها في صورة واحدة، وهي صورة الفتح، وهي الصورة التي أخذنا منها العملية فسميناها عملية فتح، ومنها استلهمنا مسيرتنا، يقول جلالته رحمه الله. فاستلهام القرآن الكريم وأحداث السيرة النبوية كان ذلك متجليا في مسيرة الخضراء، واعتبره أمير المؤمنين من الأسس التي انبنت عليها المسيرة، وتأكد ذلك في وصايا أمير المؤمنين لشعبه وفي توجيهاته السديدة. فدروس المسيرة الخضراء أيها الإخوة دروس كثيرة ومتنوعة، فهي معين للمتخصصين من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والقانونية والتنموية. فقد أبانت المسيرة الخضراء على أن هذه الأمة فيها خير كثير، فيها عاطفة دينية متأججة، فيها استعداد قيمة هائلة، فيها طموح عظيم إلى الوحدة وحماسة وطنية خالصة، فيها استعداد منقطع النظير لخدمة الأمة وقضاياها الكبرى، كما بيّنت طبيعة العلاقة التي تربط بين المغاربة وملوكهم من المحبة والتعلق والتفاني والتضحية، وهي نعمة عزت في كثير من الدول. فهذه دول لا تعرف استقرارا ولا هدوءا لافتقارها إلى هذه العلاقة، علاقة الود والولاء بين الراعي والرعية، فينشأ عن ذلك مشاكل لا أول لها ولا آخر، ينشأ عنها فتن كقطع الليل المظلم. والله سبحانه وتعالى عصم المغرب من هذه الفتن وجمع شمل المغاربة ملكا وشعبا، فلله الحمد والمنة. وهذا هو النفس نفسه الذي يحافظ عليه ويجدده أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك بحرصه المكين على وحدة المغرب واستكمال حريته وحفظ أمنه واستقراره، وقيادة مسيرة التنمية في كل مجالاتها وأقاليمها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في طموح قوي وعزيمة سديدة وحكمة رشيدة وتدبير محكم. وفي مسيرة التنمية هذه ما أحوجنا أيها الإخوة أن نفعل ونعزز ونكرر ونردد شعار المسيرة الخضراء: الله والقرآن معنا، فإنه لا تنمية ولا رقي ولا صلاح ولا خير إلا بالقرآن في حياتنا كلها الفردية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. ذلكم أيها الإخوة هو منطق المسيرة الخضراء، وذلكم كان منطلقها، السلم هدفها، والإيمان سلاحها، واللون الأخضر شعارها، والخضرة هي دوما عنوان الأمل وعنوان التفاؤل وعربون الثقة. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا على الحق والدين، وزدنا في بلدنا هذا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا أمير المؤمنين وحامي الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، وأدم عليه حفظك يكلأه ويرعاه ليقود سفينة هذه الأمة إلى شاطئ الأمان وإلى ما تحبه وترضاه بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. اللهم قر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمين جلي مولاي الحسن، واصلح وانبته نباتا حسنا، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمين جلي مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. ورحم الله فقيدي العروبة والإسلام بطل الحرية والاستقلال المغفور له محمدا الخامس محرر البلاد ورفيقه في المسيرة النضالية ورث سره المغفور له الحسن الثاني بني الدولة ومبدع المسيرة الخضراء. اللهم اغدق عليهما شآبيب الرحمة والغفران والعفو والرضوان. اللهم اكرم مثواهما وطيب ثراهما. اللهم ادفع عن بلادنا البحن والبلايا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم اللهم علينا نعمة الوحدة والأمن والأمان والاستقرار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.